يلا امشوا. حاضر سيدي، رح نمشي. خالتي لا تبكي، رح نضل جنبك خالتي. ديري بالك على حالك. الله يكون بعونك. يلا يا خالتي. يا حاجة ما بشك عم الله يكون بعونك. دمرت حالها. المنيح دائما بصير في هيك. لا تحكي هيك، لازم نتفائل. وبكره بتشوفي كيف رح تطلع. كلنا بنعرف انه هي مو مذنبه، والكل مستعد يقول افادته. ونرمين العساكر قدروا يلاقوها؟ لا، هربت من الضيعه. معناتها رجعت لعند الارهابيين مو؟ حوينتها هي لساتها صبيه وقلبها طيب، كانت بريئه كتير، بس ما بعرف كيف انضمت لإلهم. خلوها تأدمن، يعني سيطروا عليها وجبروها انه تتصرف هيك تصرفات. يلا نمشي. يلا. زينب فيكي شيء؟ زينب 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 بابا حبيبتي شو بك؟ بابا زينب. واحد اثنين، حرك انت وياه. يلا. اثنين اسرع. يلا نشوف. زيدان زيدان رجع العصفور على عشه. دايما يقلك. يلا كملوا، ما حدا يوقف. يلا. انفتح ولا انفتح انفتح. رويدة، معلم انا هلا اجيت. رحتي على ضيتك مو هيك؟ انا كنت رايحه بس شوف امي. ايه وشو شفتيها بعدين؟ انك حدا بيهرب من التنظيم؟ معلم والله الحق معك، انا غلطت، بس والله كان عقلي مو معي. اعطيني الدواء الله يخليك. يلا رايحين لعند عمر اغا، جهزي لي عنصرين، وهي اللي قدامك ما تخليها قدام عيونك، عم تفهمي؟ حاضر زيدان. وليك وين رحتي ببارودتك؟ ضاعت مني. ضيعتيها؟ لك حدا بيضيع سلاحه. انا خلص بفكر اليوم زيدان رايح. حاجة، لا تفش خلقك بالبنت. ليكي اسمعيني منيح، انا رايح لعند عمر اغا، وهي بدها تروح معنا كمان. سمعتي؟ قومي يلا. شكلكم حابين الصحافة تحكي عنكم مو هيك؟ ما عم تقدروا تعملوا شيء. عم تضيعوا الوقت. نحن لازم نزيد الإرهاب، والقيادة انزعجوا كثير لأنه أنتم ما قدرتوا تفجروا الجامع. الحق معهم، بس يعني صار غلط صغير وما كنا حاسبين حسابه. حاجة تبرر حاج؟ غلط صغير؟ شو هالغلط هاد؟ بشغلنا ما في مكان للغلط أبدا، وما بيصير نضيع مثل هيك عملية كبيرة مشان شغلات تافهة. ولا يهمك، بالمرة الجاية رح نتلافى كل هالأغلاط الصغيرة هي. وهلأ في خاين بين ايدي، جماعتي رح يجوا مشانه، بدهم يحضروا تنفيذ الحكم. كمان في عندي صحفي مشان صور لك عملية التنفيذ كلها. اسمعني منيح، نحن حتى نقدر نتابع ونضل واقفين على رجلينا لازم نعمل عمليات كتير كبيرة يا آغا، والإعلام شغلتنا نحن، يعني اتركوا هالشغلة علينا. يلا يا أولاد اطلعوا لبرا، يلا حبيبي بسرعة. يا ربي دخيلك، كانت منيحة. شو صار لها فجأة دكتور؟ عمي اهدى، ما فيها شيء، ضغطها شوي نازل، يمكن لأنها تضايقت كثير بهالفترة، هلا شوي بتصحى. انت اطمن وروح ارتاح بالبيت. طارق طارق طارق
لا تتركني أبدا. أنا مستحيل أتركك. مستحيل يا زينب. لا تتركني. أهلين يا آغا. اقعد يا ابني، ريح حالك. شكرا. اقعد. دبرت لك شغله. في خاين بين ايدي، وبدي منك تنشر الخبر هاد مثل العالم والناس. يعني التنظيم حينفذ حكم اعدام؟ ممتاز، رح بيكون خبر غير شكل. ايه ان شاء الله. اغال بدك يعني؟ ايه زيدان قرب يوصل، بقى تمشوا رمزي وحطوا لي اياه بشي محل. خلي هالخاين الواطي يتربى. امرك يا اغا، امرك. بسرعة لشوف. ايه شو مانك جوعان؟ لا ماني جوعان شكرا. طيب. زينب انت منيحة؟ ايه عن جد كثير شكرا. رح اروح على البيت. قعدي شوي. بدي احكي معك بشغلة مهمة كتير. إذا مشان موضوعنا نحن الاثنين، بتعرف إنه نحن سكرنا على السيرة. انت مو أنا بدي أتزوجك. طيب ماشي، تزوجنا وبعدين؟ هيك بدك تقضي حياتك وانت عم تحاول تنقذني مشان ابقى جنبك؟ مع انك تعرف انه ما في امل. وبعدين انا ما بدي اياك تتعذب وانت عم بتشوفهم هيك حامليني مشان يدفنوني تحت التراب. طارق انت مو عارفان شو بدك. روح من هون احسن لك، حاول تنساني، دور على وحدة تانية، تزوج مشان يجيك اولاد ويصير عندك عيلة، وما تتأمل بوحدة ميتة. أنا مستحيل. زينب بنتي، الحمد لله انك صرت منيحة. خوفتينا عليكي. طمن بابا، أنا منيحة ما في شي بخوف. يعني شوية تعب مو أكتر. ايه الحمد لله. يلا اطلعي وارتاحي بغرفتك. يلا حبيبتي يلا. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. بصراحة أنا جاي أحكي معك بموضوع. خير يا ابني تفضل احكي. عمي أنا ما بعرف عاداتكم منيح وحتى ما معي جاهة، بس أنا حابب أطلب إيد بنتك زينب. رمزي شبك وليه؟ ليش عم تصرخي؟ بعدين شو جابك؟ ليش مو بالشغل؟ اهرب يا رمزي، بدهم يقتلوك. شو عم تحكي ها؟ جماعة الآغا جايين، لازم تهرب. يلا حاجة كتر أسئلة أنا سمعتهم بأدمية. لك انت شو عم تخلصي؟ ليش لحتى الآغا يموتني؟ فهميني. وقبل شوي قايل لي انه بيثق فيني. لك وحياة الله أنا سمعته هيك عم يقول، وكان عنده ضيف غريب كمان، كانوا عم يحكوا عنك، وقال له لقيبه يجي دغري مشان يكبشوك وبعدين يحطوك بشي محل. والله جد؟ لك هلا فوت جيب باروتي. ماشي بس بسرعة بسرعة، ما تقول إلا وصلوا. امشي امشي. انا شو عملت لكم؟ امشي لشوف. امشي. حرام عليكم. ما دخلك. بعدوا عني. ما دخلك. شو بدكم؟ لك حرام. يلا لك. يلا لك. شو بدكم؟ والله لا تندم. راس. لك
كيف بتساوي هيك يا طارق كيف؟ زينب، والله أنا كنت بفكر إنه هو عم يتسلى، بس والله طلع مو هيك أبدا. يعني هو ما عم يتسلى، ومن الأول ناوي إنه يتزوجك. بابا بس أنا ماني ناوي أتزوج طارق أبدا. بس بنتي أنا حكيت معه ويجي بكرة يطلبك رسمي. بابا أنا مو ناوي أتزوج بنوب. زينب، هذا القرار إلي. أنا ما بدي أتزوج. هلا عم تقولي ما بدك وكنتي عم تهلوسي اسمه. أنا بعرف إنك بتحبيه، بقى ليش ما بدك إياه؟ زينب أنا موافق عليه. زينب لك شبك فهميني. زينب احكيلي ولا تتهربي. زينب زينب زينب. دخيلك يا عمي تساعدني، والله مالي حدا، لا تخليهم يقتلوا زوجي. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس الاغا اخذ قراره، يعني ما عاد فينا نعمل شيء. اجا زيدان يا اغا. نرمين شو بدي انت؟ بعدي عني ولا اهلي؟ بعدي. لا اهلا وسهلا بالغالي. اهلين يا غالي، شرفت. اهلين فيك. تسلم. شو وين هالامانه؟ ليك جوا، تفضلوا فوتوا، تفضلوا. الله يخليك، بوس ايديك ورجليك يا اغا، لا تخليهم يقتلوه. لك تعالوا خذوا هالحرمه من خلقتي. والله مالي غيره. يلا الله يخليك. بوس ايديك يا اغا، لك اتركني. امشي وحاج تسرحي، امشي. الله يخليك يا اغا. دخيلك يا اغا، بوس رجليك، والله انا ما عملت شيء. والله ما عملت شيء. بعده لهالغبي، بعده. يا اغا ما تقتلني. لؤي خلي الصحفي يجي. حاضر يا اغا. بوس ايدك يا اغا. صحفي شو هاد؟ شو بدنا بالصحفي يا اغا؟ ليصور تنفيذ العملية، يعني دعاية للتنظيم، وبنفس الوقت رح يكون درس لكل الخونة اللي جوات التنظيم. يعني شغلة اعلام وما اعلام. يا اخي يا اغا. شرف يا ابني شرف. انا جاهز. الله يخليك يا اغا. صور كل شيء بده يصير بهالخاين هاد، فهمت؟ مشان الله يا اغا. يلا لشوف. لا تقتلني، والله ما عملت شيء. حاضر زيدان. بسرعة استنى شوي. اغا دخيلك يا اغا، دخيلك. يلا الكل يغطي وشه. والله ما خنتك. رويدة وانت كمان. دخيلك يا اغا. يلا انت جاهز؟ ايه انا جاهز. ممتاز. اغا بلش التصوير هلا. الله يخليك يا اغا. مشان الله يا اغا، مشان الله. لك لا تصورني. لك فهمني شو عم تصور. لك يا زيدان. لك قلت لك لا تصورني، صوروا لإله بس. الله يخليك. هذا الاعدام رح يكون عبرة لكل الخونة والمتواطئين اللي جوات التنظيم. ما عملت شيء زيدان، والله ما عملت شيء يا زيدان. الله يخليك، ببوس ايدك يا زيدان. والله ما عملت شيء يا زيدان. لحظة زيدان. شو في شبك؟ وقفت بوش الكاميرا. شو هلا وقت مزحك ولا؟ زيدان طول بالك. اخي انت خليك بشغلك، هو ادرى بشغله. ليش هيك عم تعملوا فيني؟ والله ما خنتكم. يلا نشوف صور. مشان الله اتركوني يا جماعة، الله يخليكم، والله ما خنتكم. استنوا. شو في احكي؟ اتطرشت بالدم. هلا انت جاهز وكل شيء تمام؟ ايه رويدة فكي لي عن وشي. لؤي حاضر يا اغا. خذوا له هالخاين وزتوه بين الصخور، لانه اللي مثله هوينة القبر فيه. بسرعة. يلا نشوف. انا صورت كل شيء. شكرا ويعطيك العافية. ليك بتمنى كل شيء ضل بيناتنا، يعني انت ما اجيت على هالضيعة وما بتعرف عنا شيء.
تمام؟ اطمن، انا مصادر اخباري بتضل سريه. لا اسمع لك، اذا صار غير هيك نهايتك رح تكون على ايدي. ولا يهمك. منيح. اصلا شكلك فهمان وبتعرف شو عم تعمل. صحيح نسيت اقول لك انه انت لازم تساوي نسخ كثيره من اللي صورته، وعمل كمان مدري شو ميدي سي دي. ايه ولا ما بعرف. يهمك. تعال هون ولا حاضر يا اغا. دير بالك على الشاب يلا بخاطرك. تمر يا اغا. يلا يا ابني الله معك. لك هذا منين نكشتوه؟ واحد من الصحفيين اللي بيجوا على صارصه. بس ما يعمل له شي شغله ناقصه. ما بيسترجي، هو حابب يفيد حاله، وهالشغله رح تجيب له بلاوي. وانا جبت اخباره من جماعتنا، يعني اطمن وما تخاف. طيب لكن نحن خلصنا شغلنا وراجعين على المعسكر. لا استنى، لشو العجله؟ انا بدي احكي معك بشغله. يعني بصراحه فشلك بالعمليه تبع الجامع خلى القياده تنزعج كثير منك. اذا بدهم انا هلا مستعد روح وفجر الضيعه كلها. استنى، ما بدنا نتهور، لانه ما مشي حال دكتور. اذا ما مشي حاله بيمشي حال الانسه. اصلا ما كان بدهم يسلمونا اياها. انت لا تشغل بالك، رح نسحبها مثل ما بنسحب الشعره من العجين، انت ولا يمك. زينب حبيبتي افتحي لي الباب، افتحي لي. زينب يا بتفتحي يا خير يا حميد، شبك شوفي، طول بالك على البنت، يعني ما بيصير تضغط عليها. خلص روح انت وانا هلا بحاكيها وبشوف شبهها. ماني متحرك من هون، بدي اشوف شبه. بدها تفتح الباب. زينب نحن نسوان وبنفهم على بعض، بقى روح انت وانا بحاكيها. طيب ماشي انا رح روح هلا وانت احكي معه وشوفي شبه. زينب ابوكي راح، افتحي لي الباب. يلا حبيبتي افتحي وخلينا نحكي مع بعض. يلا نشوف. تعي حبيبتي، تعي عدي. احكي لي حبيبتي شبكي. يا عمري انت شو صاير معك؟ احكي حبيبتي احكي، انت مثل بنتي وانا ربيتك بايدي هدول، وبالنسبة الي انت وبنتي عائشة مثل بعض. وحتى لو ما حكيتي لي بعرف انك بتحبي الدكتور كتير، واصلا هو بينحب لانه قلبه طيب وشاب صاحب ضمير. بعدين قولي لي وين رح تلاقي واحد احسن منه؟ طيب لنفترض انك ما اخذتي، انت بدك تتجوزي، بكره بيفوت الاوان وبتضلي قاعده بالبيت. انا ما فيني اتزوج. شو هالحكي يا بنتي؟ ليش بقى؟ شوفي شو يلي بيمنعك؟ يلا احكي لي لشوف، احكي لي شبكي. ليكي زينب، انا بمثابة امك المرحومة، فضفضي لي حبيبتي شبكي. يلا يا بنتي. كلامي اللي بدي اقول لك اياه هلا بتمنى يضل سر بيناتنا. شوفي شغلتي لي بالي. مرت عمي انا مريضة. لا تنسي ان بدك تتجوزي دكتور وبيقدر يداويكي. بس انا مرضي خطير وما له دواء. انا معي سرطان، وانا اذا تزوجت بكون عم اظلمه معي. هو بيعرف بمرضي كمان، بقى ما بدي احس انه بده يتزوجني لانه شفقان علي. لا ما في شي بيمنع زواجكم. بس بجوز هي ما تقبل. لا ما دام ابوها وافق اكيد رح يقنعها ويخليها توافق. الكل بيعرف انها بتحبك وانت كمان بتحبها كتير. معناتها عن قريب في عرس ضيعتنا. قولي ان شاء الله. عن جد فرحتني، الف مبروك. شكرا.
دكتور جوا يا بنتي. ايه جوا؟ خير عمو في شي؟ عمي حميد؟ جاوبني زينب بنتي مريضة مع سرطان. احكي جاوبني، مظبوط هالشي؟ زينب مريضة ولا لا؟ بنتي ما رح تموت مو هيك؟ قل لي الحقيقة دكتور. الله يخليك اهدى. دكتور لا تكذب علي. عمي عود، ما بدي رح اقعد. اشرح لك. اقعد عمو اقعد وارتاح. عود، ارتاح عمي ارتاح. دكتور قل لي الحقيقة الله يخليك. لك احكي ما خلصني. مع الأسف زينب مع سرطان، وصار معها هالمرض لما كانت باسطنبول، وقررت ترجع على الضيعة مشان تقضي آخر أيامها معك ومع أخوها، ونوت تخدم الضيعة طول ما أنا عايشة. دكتور يعني قديش باقي هلا؟ ما فينا نعرف، العلم عند الله. على مهلك على مهلك عمي، انت منيح؟ منيح. طول بالك. زينب حبيبتي، لا تضايقي حالك يا عمري انت. يعني بتعرفي ما بيوقتك الزعل ابدا. انت ولا يهمك، هلا باخذ حبة الدواء بتحسن علي. ايه منيح، رح صب لك كاسة مي. خدي حبيبتي. زينب بنتي. بابا زينب. بابا بابا حبيبي، لك شبه حميد، لك شبك يا رب يسيلك. رشاد اغا، رشاد اغا، يا رشاد اغا. خير عمر اغا، شو في؟ اجا الربيع يا اغا. بقى كنت عم اتفتل بهالاراضي وما لقيت حالي غير صرت هون، وبما اني اجيت فقلت لخبرك انه هلا اجا وقت تسليم الانسه. طيب شو رايك يا اغا نغير الاتفاق يلي بيني وبينك؟ ها؟ يعني اذا بدك بعطيك طارق. هلا هيك عم تقول لي يا رشاد؟ إيه انا ماني موافق. شوف انت يلي اجيت وترجيتني، وافقت تسلم الانسه بدل بنتك، صح ولا لا؟ بقى شو اللي صار؟ شو اللي غير لك عقلك؟ طيب اعطيني شوية وقت يا اغا. لسه بدك وقت؟ ليك يا بتسلم الانسه يا اما بنتك بتموت. واصلا يكون بعلمك جايين ياخذوا الانسه. يلا. دخيلك يا عمي، اللي لوين اخذوا رمزي الله يخليك. لك وين راحوا بجسته فهمني. يا بنتي صدقيني انا ما بعرف شيء، ولو يطلع بايدي والله ما بقصر. لوين اخذتوا جثة رمزي؟ ما بكفي قتلتوه، شو بدكم بجثته؟ احكي الله يخليك وين اخذتوها؟ ما دخلك يا حرمين، نحن حلينا المشكلة، بعدي بس ايدكم تقولوا لي وين جثته؟ لك شو بدكم بجثة واحد ميت؟ جوزك صار التنظيم تبعنا، والاغا امر انه يتعاقب على اللي عمله، والخاين اللي مثله كثير عليه القبر. يلا روح من هون يلا. قومي روحي على بيتك يا بنتي، ما عاد يطلع بايدنا شيء. يعني معقول يموت هيك وما نكفن وما نصلي عليه كمان؟ شو حيوان ومات؟ الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، شو ظلام. مين جايني هلا؟
يي الآغا أهلين وسهلين، تفضل تفضل شرفت. خير يا مختار، لوين رايح لنكون عطلناك؟ شو هالحكي يا أخا؟ معقولة؟ استغفر الله، لو بعرف إنك جاي كنت حضرت حالي، بس ولا يهمك 100 أهلا وسهلا. لا معلش ما في داعي، رح نمشيها هيك هالمرة. يلا بنقعد هون. ايه تفضل ارتاح، أهلا وسهلا بالآغا. والله أنا كنت ناوي أروح لعندكم اليوم. ليش بقى؟ خير، قل لي شو صاير؟ آغا تليفون مراقب، فقلت بروح لعندك أحسن. هذيك المرة سناء عرفتها؟ أما لنيرمين. مو هي اللي حطت دان بعدين انضمت للتنظيم؟ أيوه. إيه هي ماتت وارتحنا منها. شو ماتت ما ماتت؟ غلطان يا آغا، هاي مثل القطة ب7 أرواح. كيف؟ مثل ما عم قل لك، والعسكر قبضوا عليها بتهمة الانضمام للتنظيم. شو هالحكي؟ ايه والله يا آغا، يعني ومثل ما بتعرف هاي المرة داهية، إذا سألوها أكيد رح تحكي عن كل اللي شافته بالجبل. ايه مزبوط حكيك، لكن هلا لازم ندور على هالمرة، لأنه إذا بتفتح تمها بحرف واحد رح أبعت مين يقبرها وبإيدي بدفنها. سيدي ولقينا هي بجيبتها كمان. ماشي، فيك تطلع هلا. تفضلي ارتاحي. انت مسلمة ما؟ شو هالسؤال هاد يا سيدي؟ ايه مسلمة والحمد لله اني مسلمة. طيب ما دام مسلمة، ما بتعرفي انه هذا التنظيم ماله دين؟ طبعا بعرف انه ما إلهم دين، وانا ما إلي علاقة بالتنظيم. لكن شو كنتي عم تساوي عندهم؟ رحت مشان بنتي، بدي انقذها. ليش شو قصة بنتك؟ بنتي هلا موجودة مع الارهابيين يا سيدي. ايه وانت رحتي مشان تضلي معها؟ لا سيدي، انا بدي انقذها منهم. وهي كيف انضمت لهم؟ في ناس بالضيعة إلهم تار معنا وهي هربت منهم، وقعت بين ايدين اللي بالجبال، وسيطروا عليها بالأدوية اللي كانوا عم يعطوها إياها. والله هي ما لزم، ولكن يلي معها إلهم ذنب لأنهم مخدوعين وجابوهم غصب عنهم، وكلهم أولاد ضياع. نعرف هالشي وكلهم أولاد الوطن بس مخدوعين، وبنعرف إنه في مين عم بيلعب بعقولهم حتى يصيروا هيك، بس عليهم حق كمان. سيدي لو اجيت ووقفتوا جنبنا بالوقت المناسب بنتي ما كانت هربت أبدا. بترجاك تصدقني، أنا ما دخلني بالتنظيم بنوب، وطلعت كرمال أنقذ بنتي. يلا وليك كمان حاجتها للبنت. ايه خرجة خرجة، هاي جزاتها اللي بيفكر يهرب، لسه ما شافت شيء، هذا ولا شيء. زيدان شوفي ولا رويدة رشا جهزوا حالكم. حاضر زيدان. شكلهم كان شين واحد جديد. مين هذا ومنين جايبه؟ معلمك مشتاع عم يتمشى تحت. مين انت ولك؟ انا صحفي. شو عم تساوي هون ولا جاي على بالك تنقتل؟ لا انا كنت رايح على ضيعة صارصو. قلت لي رايح على ضيعة صارصو، فتشوا لشوف. ديروا بالكم على الشنطة، شوي شوي. ارجع لورا ولا تتحرك. زيدان شو هذا ولا؟ ها؟ احكي. بعرف الصحفيين بيحملوا قلم وسلاح. احكي لي ولا ليش حامله؟ عم اقول لك ليش حامله؟ جاوب ولا؟ لانه بدي اقتل شخص. ومين هو هذا الشخص؟ احكي ولا مين؟ احكي. معلم شوف. احكي ولا؟ زيدان هذا مو الدكتور طارق؟ صار عم يطلع بالجرايد. هذا هو، انا جاي لاقتل هذا. بالله جاد. ليش بدك تقتله بقى؟ انا بدي اقتله مشان انتقم منه. حامل حالك من المدينة وجاي بس مشان تقتله؟ شو هالجرأة اللي عندك؟ ها؟ مو مشكلة، انت هلا لازم ترتاح شوي وتعبي بطنك كمان. رويدة. نعم زيدان.
حطي له اكل للضيف. حاضر بمشي، امشي معي. يلا يلا روح معه وعبي بطنك. يلا. انتوا ضبوا له كل اغراضه واعطوه اياهم. حاضر معلم. بسرعه. زيدان شوفي رشا، قل لي ليش هيك تصرفت معه؟ عمر اغا معناه اننا نقتله للدكتور، بس اذا هذا بده يقتله فنحن ما لنا علاقه. وشو عرفك انه هالزلمه ما عم يكذب؟ إيه لا تخافي، اذا عم يكذب رح نعرف. طمني كيفك هلا؟ أنا شو صار لي؟ بصراحة عمي قلبك تعبان وصار معك شبه جلطة. من اليوم ورايح بدك تدير بالك على حالك. ديالا أعطيه إبرة هلا. حاضر دكتور فورا. زينب طمني كيفه؟ أحسن. طيب ليش هيك صار معه؟ تعرض لأزمة قلبية. بس هو كان قوي مثل الحصان، شو صار معه هيك فجأة؟ صار معه هيك نتيجة زعل. زينب من اليوم ورايح لا عاد تخلوه يتضايق أبدا، لأنه بصراحة شغلة القلب خطيرة كتير. طيب فيني شوفه هلا؟ طبعا. اختي وانا جاي معك. هلا خليها تفوت لحالها وبلا ما نتعب أبوك، ماشي؟ الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. بابا يا عمري انت كيفك هلا؟ طمني. والله خوفتني عليك كتير. قال كل اللي صار معك من الزعل. بابا شوفي قلي شو اللي مزعلك. انت زينب الدكتور بحبك كثير، زوجي يا بنتي. عمي حميد ناديت لي شي؟ هلا امتى نقدر ناخده على البيت؟ خليه يرتاح شوي وبس يتحسن بتاخده. ولك شو صار لها؟ لا مستحيل. لك مستحيل. طلعت معاه متسجل. لك كيف بغلط هيك غلطة؟ يا الله قديشني غبي. أكيد من الدم. لك اشتغلي بقى اشتغلي، الله يلعنك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. طولي بالك، لا تبكي، حتى جنازة ما خلونا نعملها لك، وحتى قبر ما إله. الله لا يوفقون، الله لا يوفقون يا رب. يلا شوفي مرتخي، انك تعبانه، اجيت اخذ لها مي. صحي كيف ابوك؟ لساته فاقد وعي وما مصدق. ايه شو رح تعملي هلا بعد ما مات رمزي؟ يعني شو بدي اساوي برايك؟ بدي ارجع لعند امي. المفروض ترجعي لعندها، بس اكيد ما رح يخلوكي. ليش بقى؟ انا صرت ارمله، يعني ما فيني اعيش لحالي هون. ليكي ما بدي خوفك، بس بصراحه ناويين يجوزوكي لسلفك. شو هالحكي؟ ايه مستحيل، بموت وما باخده. اوعك تحكي شيء قدامهم، يعني بتعرفي هيك العادات هون. مثل ما قلت لك ممنوع الزعل والتعصيب، ايه؟ وهلا رح اترك لك شوية ادوية، بس لازم تاخذهم بوقتهم. علي جيب كاسة مي. يلا فورا. الله يرضى عليك يا دكتور. يا بنتي الدكتور ما لو حدا بكل هالضيعة هي.
وخاصة بعد ما راح الشيخ إبراهيم المسكين ما عاد بإيده حدا. اي والله معك حق، دائما كان جدي يدافع عنه، هلا عن جد ما عاد بقي له حدا. اسمعيني يا زينب، يعني إذا أنت تجوزتي من الدكتور أكيد أبوكي رح يوقف جنبه وبصير الكل بيدافع عنه كمان. أنا بعرف ما بدك لأنك مريضة، بس أنت بتحبيه وهو بيحبك. بنتي حاج تقسي على حالك، يعني شو يلي عم تعمليه؟ كيف بترفضي وانت من جوات قلبك بتحبيه؟ وافقي يا بنتي، والله هو ما في منه، يعني وخلي ابوك يشوف اولادك. والله منى عينه. اخطي والله ابوك بده اياكي تنبسطي وترجع ضحكتك، مو هيك يا ديالا؟ ايه طبعا خالتي، كل شيء قلتيه مزبوط، بس القرار لزينب. تقبريني، شو قلتي؟ موافقة مو هيك؟ طيب ماشي، بصير مثل ما بدكم. يا عيني عليكي، شفتي ما أحلاكي هيك؟ هيك ها من الأول. ديالا كثير انبسطت لك، ان شاء الله الف مبروك. وافقت زينب. الحمد لله الحمد لله يا ربي. شو عم يصير؟ ليش عم تتوششوا هيك؟ خليه هو يقول لك. شو في يا حميد؟ شو صاير؟ ان شاء الله خير يا اخي ان شاء الله. على قريب راح يصير عرس زينب. دكتور لازم تحضر حالك، واليوم المساء دعوة طلبة رسمي. تفضل. شكرا. شو سوالك الدكتور حتى بدك تقتله؟ شغلة تار بيني وبينه. أمرك على راسي عمر آغا. رشا خير شو في؟ حتروحي على صارصو تلتقي هنيك مع رشاد مشان يسلمك الأنسة، بتجيبيها وبتجي. ومين رايح معي؟ لحالك، القصة ما بدها. انت هلا نفسي وبس، ما في اعتراض. كل اللي رح تعمليه انك رح تجيبيها. ايه يا صحفي؟ نعم. يلا لشوف. ميل شنطايتك وامشي ونفذ الثار تبعك. ورشا رح توصلك على الضيعة. يلا روح روح وقت له للدكتور. وحياتك لا قلت له وحياتك. يلا امشي، لحقني لشوف. برافو عليك. رشا الدواء تبعي. يلا وهلا صارت ساعات الأنسة والدكتور معدودة.